هم يا جمل، هم يا جمل، الله على الأكل الله. مساء الفل يا كتاكيت. حدوتة النهاردة عن واحد صاحبنا كرشه هو اللي ممشيه. عارفين مين؟ دبدوب اللي بيحب العسل أكتر من عينيه. دبدوب وقع وقعة سودة بسبب بطنه. تعالوا نشوف حصل ايه لما الطمع غلبه، ويلا بينا. كان يا مكان الدب دبدوب كان أطيب دبدوب في الغابة، بس كان عنده مشكلة عويصة، بقه ما بيتقفلش. كل ما يشوف أكل عينيه تلمع ويقول كمان حتة صغننة مش هتضر، كمان حتة صغننة مش هتضر. أصحابه كانوا بيقولوا له يا دبدوب كفاية، بطنك بقت قد البطيخة، وهو يقول لهم يا جماعة دي صحة، انتوا غيرانين مني ولا ايه؟ وفي يوم دبدوب كان ماشي وشم ريحة عسل تجنن. مشي ورا الريحة لحد ما لقى جذع شجرة في خرم صغير مليان عسل. دبدوب فرح وقال يا فرج الله. حشر راسه وايديه جوه الخرم وبدأ يسف العسل. هم شبع؟ لا، قال لازم اخلصها كلها. ولما خلص كل العسل جاي يطلع، اوبا، بطنه كانت اتنفخت من كتر الاكل واتحشرت جوه الشجرة، لا عارف يطلع ولا يدخل، بقى عامل زي سدادة الازازة. دبدوب قعد يصرخ الحقوني الحقوني، الشجرة بلعتني. جاله الارنب بسرعة وحاول يشده من رجليه، مفيش فايدة. جاله القرد سمسم وربطه بحبل وشد الحبل، اتقطع ودبدوب لسه محشور. وفجأة سمع صوت زز زز. النحل أصحاب العسل رجعوا ولقوا دبدوب مخلص العسل كله وقافل باب بيتهم بكرشه. دبدوب اكتشف ان الطمع هو اللي حبسه، وان اللقمة الزيادة ممكن تكون مصيبة مش متعة. النحل قرر يدي دبدوب درس، وقرصوا قرصتين واحترمين. احم فين؟ في ديله. دبدوب من كتر الوجع والخضة عمل مجهود خرافي وشفط بطنه جامد، وبوم نظر بره الشجرة واتنطر زي الصاروخ. جري دبدوب وهو بيحلف حرمت والله ما هاكل غير على قد معدتي بس، حرمت والله ما هاكل غير على قد معدتي بس. ومن يومها دبدوب بقى رشيق وبياكل بالعقل. نيجي بقى لسر الخلطة يا حبايب العمدة. السر هو الطمع يقل ما جمع، ما تبقاش طماع. لما تكون طماع وعايز تاخد كل حاجة ليك ممكن تخسر نفسك وتتحشر زي دبدوب. كل واشبع وانبسط، بس سيب مكان للنفس، وما تخلصش طبق الحلويات كله لوحدك يا شاء انت وهو. مين فيكم بطنه قد البطيخة زي دبدوب؟ اللي بيحب الأكل بس بيعرف يمسك نفسه يعمل لايك، واللي بياكل طبق المحشي كله لوحده يكتب لي في الكومنتات أنا دبدوب عشان أفضحه. استنوني في حدوتة جديدة. تصبحوا على خير يا كتاكيت، تصبحوا على خير يا كتاكيت، واستنوني بكرة في نفس الموعد الساعة 5 مع حدوتة جديدة من حواديت حموكشة العمدة. وسلام.